ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت كريم للشعر تحفه جدا وملمع قوي قوي، يعني تقدري تقولي كده بدال السيرم، بس تحفه بجد بجد. بصوا اللمعان الرهيب، كمان ممكن تستخدميه في ايدك كده، يعني حاجات طبيعيه جدا. هنا اول حاجه معايا طبعا زيوت، زيت الارجان، زيت السمسم، زيت روزماري، زيت الجرجير تحفه جدا، زيت جوجوبا، زيت النعناع، زيت جوز الهند، زيت الخروع. طبعا معانا الجليسلين ومعانا فيتامين ه، وطبعا فازلين طبي ده موجود عند العطار. عايزه اقول لكم جميل قوي قوي الكريم ده، لمع رهيب جدا زي ما شفتوه كده، وممكن تستخدميه لايديك ان حاجات طبيعيه. طبعا معايا ميه مغليه من السخان عادي عشان هسيح علبه الفازلين، وممكن برضو تستخدميه على كده من غير ما تسيحيها خالص، بس انا حبيت كده يعني مش هسيحها قوي، فانا هخليها مرطبة يعني يا دوب كده تفك. طبعا الزيوت تاني انا بقدمها لكم عشان تشوفوها برضو وتجيبوها. بجد الزيوت دي تحفة جدا وجميل قوي قوي، وزيت الارجان ده جميل تحفة بجد لطول الشعر، فظيع. وفيتامين ه، يعني بصوا حاجات كده هتعالجي شعرك بجد، منها هتعالجي شعرك ومنها برضو هيبقى الدهان حلو تدهني بيه شعرك. بصوا كده هي يا دوبك كده بدأت تفك معانا. طبعا انا مش هستنى ده كله، انا هستخدم عشان كان معايا درس لولادي، فانا حبيت ان انا اعمل فيديو بسرعة بسرعة. تمام كده، هنفضي العلبة طبعا، وممكن لو خليتيها يعني ربع ساعة تاني كانت هتسيح اكتر من كده وتبقى زي المية. هنحطها في طبق صغير، واول حاجة هضيف زيت جوز الهند، انا مسيحاه برضو في مية مغلية عشان بيبقى مجمد. هاخد كده حوالي غطا. بصوا هنا في ملحوظة، بصوا لو تلاحظوا ايديا بيضة جدا عشان الماسك اللي احنا عملناه على قناتي موجود، بستخدمه على طول في ايدي وفي بشرتي، بجد تحفة قوي قوي. ماسك الخميرة البيرة ده تحفة، وماسك الحنة البيضة. ادخلوا على اكلات ام كراس وقلبوا هتلاقيه موجود. بجد بجد احلى ماسكات انا جربتها وباينة في ايدي كمان. بصوا بقى من كل حاجة برضو الروزماري، من كل حاجة هناخد مالي غطا، رغم انا بطلع في الشمس وبقعد في الشمس صدقوني، بس بصوا كده ايديا بيضة. طبعا ده كله يرجع للماسكات اللي انا بحطها وبعملها في البيت. بصوا هنا زيت الجرجير برضو هاخد مني مالي غطا. حط اللايك يا قمر انت بتتفرجي، واللي مشتركش في قناة ام كرس يشترك. اعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك عشان يوصل لكم برضو كل جديد وتشوفوا كل حاجة. ناخد برضو مالي غطا من كل الزيوت دي، مالي غطا. وكل برضو ازازة هشيلها في علبتها عشان برضو هنعمل وصفة تاني. بجد بجد الكريم ده تحفة. بصوا زيت الجاجوبا ده، الجاجوبا تحفة بجد، تحفة تحفة تحفة، جميل قوي قوي. جاجوبا تحفة للشعر، نعومة وطراوة وطول للشعر، بصراحة جميل قوي قوي. وزيت السمسم، يعني بصوا حاجات طبيعية بتحطيها. طبعا كلنا عارفين ان الزيوت بتبقى احلى، بس احنا ممكن الزيوت دي هنعملها برضو بطريقة الكريم، عشان في ناس بتحب الكريم يقولولك الكريم احلى للشعر، فاحنا هنستخدمه برضو من الزيوت عشان يبقى مغذي للشعر، يطول لنا شعرنا ويغذي الشعر ويكتره كده ويطول الشعر. تمام.
زيت النعناع ده بيخلي طبعا ريحة الشعر تحفة. لما تحطي كده تدهني شعرك وتكوني غسلاه وتدهنيه، بيخلي الريحة تحفة بجد. زيت النعناع ده جميل قوي قوي. ريحته نفاذة قوي وجميل بصراحة. زيت الأرجان طبعا هناخد برضو ملي غطا. كل حاجة أهم حاجة المقادير دي كلها قد بعضها. فيتامين هي طبعا هاخد 4. انتي ممكن برضو حطي 6. يعني بصراحة حتى لو كترتي حطيتي 6 حلو قوي للشعر، يعني متخافيش منه خالص. انتي كده بتعالجي شعرك طبعا بالفيتامين وكده. يبقى عالجناه برضو، حطينا زيوت فيها حاجات مفيدة جدا الزيوت، وحطينا فيتامين هي. طبعا فيتامين هي ده تحفة جدا للشعر. برضو انا عاملاه على قناتي موجود بالرز، يعني عاملاه فيتامين هي والرز. عايزه اقول لكم بيطول الشعر جدا. هنا كده جبت ميه، وطبعا هسيح المكونات دي كلها عشان تتجلس، وممكن انت تقلبيهم كده كويس وعادي تشيليهم في برطمان. تمام، يعني عادي مش هيفصل الزيت ولا اي حاجه. كده الطريقه بقت كويسه، بس انا طبعا عشان اتاكد اكتر فحبيت ان انا اسيح. وبرضه هيجمد، يعني بصوا ربع ساعة تحطيهم في العلبة كده هتلاقيه جمد معاكي زي الكريم اللي بره. بصوا لونه جميل بجد بجد، يعني بصوا تحفة. حاجة انت ضمنها في بيتك. شوفوا حطينا زيوت كتيرة بصراحة مفيدة جدا للشعر. يا دوب ربع ساعة كده هتلاقيه جمد. ايه رأيكم بقى؟ بجد تحفة تحفة. يعني بصوا احلى كريم بجد للشعر، نعومة وطويل وغزارة بجد تحفة بجد. لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.